إيه اللي حصل في الطريق؟ سورة يوسف أنقذته قبل أن يقع في المعصية. استمع للقصة حتى النهاية. ممكن في يوم من الأيام تسمع آية أو تشوف حاجة تغير مجرى حياتك كلها، وده اللي حصل مع بطل النهاردة. بطل النهاردة شاب عنده 30 سنة، متزوج وله ولدان، حياة طبيعية وزوجة بسيطة. كل شيء بدأ بغلطة صغيرة، اتصال تليفوني من رقم غريب. في البداية كانت المكالمات عادية، سؤال بسيط وكلام ملوش هدف. بدأت المكالمات تتكرر وتزيد، كل يوم، كل ليلة. الكلام أصبح أطول، القلب بدأ يتعلق، الحكايات بدأت تكبر، شكاوي الحياة بدأت تزيد، الإغراء بدأ يظهر. حتى جاء اليوم الذي قالت فيه أنا نفسي أشوفك. سكت لحظة وقال لها أنا كمان. تم تحديد المكان والزمان، وفي صباح ذلك اليوم وقف الرجل أمام المرآة، تزين، لبس أجمل ملابسه، وضع عطرا لم يستخدمه من زمن طويل. شاف نفسه في المراية. إيه الجمال ده؟ لم يرى الرجل الذي كان يعرفه. صغر 10 سنين. أيام الشقاوة هترجع من تاني. زوجته كانت في المطبخ وأولاده كانوا بيلعبوا. خرج من المنزل، لم يعرف أولاده أن أباهم كان ذاهبا إلى طريق قد يدمر حياته. لم يكن يملك سيارة، ركب سيارة مؤجرة. كان قلبه بيدق بسرعة. أخيرا سيراها بعد دقائق لأول مرة. فجأة فتح السائق الراديو، خرج صوت قرآن يملأ السيارة. كانت سورة النبي يوسف. اتجمد في مكانه كأن الآيات بتتكلم عنه. في تلك اللحظة رن التليفون، إنها هي. نظر للهاتف ثم نظر للطريق. القرآن ما زال يتلى. افتكر زوجته وأولاده، افتكر إن الله يراه. يده كانت ترتجف، الهاتف بيرن والآيات ما زالت تتلى. لم يرد. أغلق الهاتف، كسر الشريحة، مسح الرقم. قال لنفسه يوسف عليه السلام كان شابا. كيف أعصي الله؟ طلب من السائق أن يعود. عاد لبيته، رأى زوجته وأولاده. شعور غريب لم يشعر به من زمن طويل، شعور بالراحة. رفع وجهه للسماء وقال اللهم إني تبت إليك فاقبل توبتي. آية واحدة من القرآن ممكن تنقذ حياة إنسان، ممكن تبعده عن المعصية وتغير طريق حياته. لو وصلت لغاية هنا اكتب اللهم إني تبت إليك، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك المزيد.